السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده وصحة وسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيديو النهاردة بقى فيديو مش عادي. مين بقى بيحب الشوكولاتة يجمع هنا. هنعمل بقى جاتوه شاتوه بأسهل الطرق وأبسطها. بصي هتبقي ما شاء الله متمكنة قوي فيه، سواء الصوص بتاعها محطنا لها الشوكولاتة خالص، سواء الكيكة بتطلع طرية وهشة من غير محسن ولا أي شيء. وإن شاء الله الوصفة تعجبكم، حاجة كده دايبة وطعمها تحفة، والكيكة طرية لو قعدت معاكي أسبوع مش هتنشف خالص معاكي. نسمي الله كده ونصلي على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحط اللايك بتاعنا وتابعوا الفيديو الأخير عشان بإذن الله تستفادوا. وأتمنى إن انتوا تنفذوا الوصفة بنفس الخطوات. أول حاجة بتجيبي شفشق الخلاط بتاعك وبتحطي فيه 3 بيضات دول صغيرين. طب لو البيض بتاعي حجمه كبير هحط فيه بيضتين. الشفشق ناشف مفيهوش اي ميه. هنزل على الشفشق بتاعي بكوبايتين من السكر ناقص معلقتين، يبقى كوبايتين من السكر ناقص معلقتين. الصاج اللي احنا هنعمله ده 40 في 40، يعني صاج ما شاء الله كبير. ظرفين 2 من الفانيليا، وكل ده معايا في شفشق الخلاط او العجان، او لو عندك مضرب كهرباء ربنا يا رب يوسع علينا وعلى الجميع. كوباية زيت كاملة، يبقى 3 بيضات حجم متوسط، كوباية زيت كاملة، علبة زبادي 100 جرام، حطيت كوبايتين إلا معلقتين سكر. لو بتحبي الكيكة بتاعتك مسكرة تقدري تحطي معلقة كوبايتين كاملين. أنا شلت معلقتين 2 كبار علشان الكيكة ما تبقاش مسكرة أوي. حطيت كمان معلقتين 2 من الخل مع علبة الزبادي، وهاخد الكلام ده كله مع بعض في الخلاط. بصي بقى كده، هحطهم في الخلاط واضرب بقى زي ما حضراتكم شايفين كده لغاية ما السكر بتاعي يدوب خالص. مش عايزة اي سكر في قلب الكيكة. شغلنا بالخلاط اليومين دول اسكان كيكات. كمان عاملين القبات بتاعة السعادة برضو في الخلاط، عامله لكم تورتايه ببيضة واحدة. يعني شغالين كده بنعمل حاجات، لان اليومين دول المحلات بتنزل عروض، تنزل تورت، تنزل جاتوهات طبعا، والاسعار يعني ربنا يا رب يعيننا ويعين كل واحد على حاله. فابتديت ان انا اعمل لكم سلسله كده من الجاتوهات والكيكات. برضو منزله لكم سلسله من المخبوزات، كل كام يوم كده بنزل لكم وصفه مخبوزات، يا رب تنور رضاكم. هبتدي بقى، جبت بوله كده برضو ما فيهاش اي ميه ولا حاجه ناشفه، ونزلت السوائل كلها اللي عندي زي ما حضراتكم شايفين كده. دي السوائل بتاعتي كلها كده نزلتها في قلب الطبق. معايا بقى هنا هحط كده السوائل بتاعتي، ومعايا بقى المادة الخام. المادة الخام بتاعتي عبارة عن ايه، او المواد الجافة عبارة عن ايه؟ الدقيق، ال- النشا، الكاكاو، البيكنج باودر. تمام كده، تمام. جبت بولة كده فاضية، والبولة التانية انا كنت نخلة فيها الدقيق برضو. هاخد بقى انخل الدقيق تاني زي ما قلت لحضرتك في فيديوهات قبل كده. انخلي الدقيق مرة واتنين وتلاتة لما تكوني بتعملي كيك. مصفى عادية خالص اهي، او منخل اللي موجود عندك. المهم ان انت تدخلي الدقيق كده وتشاهديه، وننزل منه اي اضافات بقى كده خشنة او اي حاجة، وفي نفس الوقت ادخل هوا جواه. عايزة هوا كده جوه الدقيق بتاعي. معايا معلقتين 2 كبار من الكاكاو، معلقتين 2 كبار من النشا. كمان معايا إيه، طرف صغير كده ملح، رشة ملح بسيطة قوي بتاعت كل الحلويات بتاعتنا. نخلت الحاجات دي كلها مع بعضها اهي. ونروح معانا نجيب بقى البيكنج باودر بتاعنا. حطيت بقى البيكنج باودر ده، الظرف ده حجمه 16 جرام. ده 16 جرام. طب حطيتي دي قد ايه انا؟ لا بصي بقى، احط ايه بيكنج باودر؟ ربع معلقة صغيرة كربوناتو، اللي هي كربوناتو او كربوناتو الصوديوم، اللي احنا بنحطها على المخبوزات بتاعتنا او على الطعمية. تمام. حطينا دي قد ايه؟ حطينا دي 3 كوبايات ونص. 3 كوبايات ونص من الدقيق. وحطيت معلقتين الكبار من الكاكاو، معلقتين كبار 2 من النشا، وكل ده على بعضه. بصي بقى بنخل بقى، رجعت انخل تاني. نخلت مرة ومرة في الأول، دي تالت مرة أنخل فيها الدقيق زي ما حضراتكم شايفين كده. مهما تنخلي هتبصي تلاقي مطلع برضو إضافات. واجيب بقى المضرب السلك بتاعي، وتبتدي في اتجاه واحد تقلبي. جنبي هنا بقى ايه؟ جنبي إيه؟ مية سخنة حطيتها في شفشق الخلاط اهي. كوباية كاملة من المية السخنة. السخنة يعني المية عملتها في الكتل وسبتها تغلي. ابتديت خدت منها بقى شوية في الأول كده. هتاخد منك سوائل قد ايه؟ أنا لا، خدت مني كوباية ونص من المية السخنة. بنزل بقى شوية بشوية كده
أنا بقى إيه، بابقى عارفة العيار وبابقى عارفة العجينة بتاعتي بتاعة الكيك عايزاها حجمها قد إيه، فبانزّل شوية بشوية لغاية ما الخليط بتاعي ما يبقاش تخين ومكلكع كده، لأ عايزاه خفيف شوية، باحط بقى شوية بشوية زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني إيه ربع كوباية بربع كوباية كده، لغاية ما تتقل معايا، هي خدت معايا كوباية ونُص أو كوبايتين إلا ربع بالتقريب أوي. وقلّبي بقى في اتجاه واحد، في المرحلة دي باجيب الإسباتيولة بتاعتي أو المعلقة وابتدي إن أنا ألِم الجوانب كلّها على بعضها، ولو في دقيق في الأرضية أو أي حاجة تبقي تخلّي بالِك منّه، كده خلاص مش هتحتاج. شُفتِ بقى القوام ده، إحنا عايزينها بقى القوام ده، نلِم كده الخليط كلّه وباجيب من تحت أهو أشوف لو في دقيق ولا أي حاجة، وابتدي إن أنا إيه، أضرب وأقلّب تاني، قعدت أضربها بتاع كده إيه 10 دقايق، لغاية كل أمّا تضربيها كل أمّا يخش لها هوا وتنعم معاكِ، ما شاء الله حلوة جدًا. طب لو مش عايزة أعملها جاتوه شاتوه نفس العجينة دي ونفس المكونات، تقدري تعمليها cup cake للولاد، تقدري تعمليها في صينية عادية تبقى كيك شوكولاتة، تقدري تعملي منها جاتوه برضه، تقدري تعملي منها fudge cake. المهم إن هي ناجحة جدًا. معايا هنا الصاج 40 في 40 ودهناه دهنة من الزبدة، رُحت بقى شغّلت الفرن على درجة حرارة 180 وخلّيت الشبكة بتاعتي في الوسط. طب لو أنا الصِّجان بتاعتي بتتحرق يا نجلاء وبتتلهف منّي الكيكة من الأرضية من تحت، والصِّجان مجلفِنة زي بتاعِك كده، والكيكة بتتحرق، هاقول لِك بقى إن أنتِ تجيبي صينية كده ما تكونيش بتستعمليها أو حلة ما تكونيش بتستعمليها كده، وتحطّي في قلبها مَيّة وتحطّيها على القاعدة بتاع الفرن، كل أمّا القاعدة بتاعة الفرن النار عالية المَيّة هتتبخّر والبخار ده بيطلع، هيخلّي الكيكة بتاعتِك طرية وفي نفس الوقت مش هتنحرق خالص. دخّلت بقى الصينية بتاعتي الفرن وهنروح نعمل بقى أحلى صوص شوكولاتة. طب في ناس بتعمل صوص الشوكولاتة الأول وفي نفس شفشق الخلاط بيعملوا خليط الكيك عشان الكيكة تبقى شوكولاتة، لأ أنا باحب أعمل الكيكة الأول وأدخّلها الفرن، بعد كده أعمل صوص الشوكولاتة بتاعي. هنحط إيه، حطيت كوباية إلا ربع من الحليب، حطيت كوباية من السكر، نُص كوباية من الكاكاو، ظرف فانيليا، رشة بسيطة من الملح، طرف صغير، وآخد الكلام ده كله بقى على الخلاط واسيبه بقى يضرب كله مع بعضه لغاية ما الخليط يفُك معايا ما يبقاش فيه أي سكر حبيبات، يبقى سايلة كده وناعمة في نفس الوقت وكريمية. باضرب بقى جامد كده، طبعًا الكاكاو مش مُحلّى، كاكاو خام بتجيبيه من عند العطار تقولي له عايزة كاكاو خام، تقولي له بقى غامق فاتح، النوعية اللي أنتِ بتحبيها تقدري تجيبيها، طبعًا الأسباني بيبقى أحسن حاجة. بُصّي بقى باورّيكِ الخليط إن هو اتضرب أوي وفي نفس الوقت إن هو مش تقيل. هاروح بقى أجيب كده معايا الزيت وأنزّل بقى الزيت بتاعي شوية بشوية أهو، دي كوباية زيت كاملة وده كوباية زيت ذرة، وكل أمّا تخلّي النوعية بتاعتِك بتاعة الزيت حلوة، كل ما هتبقى حلوة بسم الله ما شاء الله معاكِ. حطيت الزيت كلّه أهو وأنا باضرب بقى معاكم زي ما حضراتكم شايفين، كل أمّا تضربي كل أمّا هيتقل، شايفة بيلِف إزاي؟ كل ما تضربي واعملي بقى الخلاط يعني تطفي شوية وتشغّلي شوية، تطفي شوية تحسّي إن الخلاط صوته بيتخن شوية والخليط بيتقل كمان معاه. خلّصت بقى كده، لو حابة كمان لو محتاج معاكِ تقدري تحطّي لكم معلقة سُكّر ومعلقة نشا كمان لو الخليط بتاعِك ما هوّاش تقيل، بس ما شاء الله الخليط بتاعي حلو كده، أنا عايزاه حلو كده علشان الكيكة، إنّما أنتِ بقى لو حابة تعملي بيه ساندوتشات لولادِك أو أي حاجة، تقدري تحطّي بقى كام واحداية من البندق يتطحنوا معاهم، أقدر أحط معلقة كريم شانتيه، معلقة لبن بودرة وأضرب الحاجات دي كلّها يبقى بسم الله ما شاء الله غني ومغذي وفي نفس الوقت هيتقل أوي معاكِ. إنما طبعًا إحنا عاملينه دلوقتي ولا تقيل ولا خفيف، صوص كده شوكولاتة وسط. نزّلت بقى الحاجات دي كلّها كل الشوكولاتة بتاعتي في بولة هنا كده، وهاحطها عندي بقى في التلاجة شوية كده إيه بسم الله ما شاء الله، شايفة الصوص؟ حاجة كده إيه روعة، والله طعمه جميل جدًا. كمان كام حباية من البندق لو حطيتيها هتحسي إن أنتِ بتاكلي نوتيلا فعلًا. هاروح بقى كده أجيب الشفشق ده وهاحط فيه التسقية اللي أنا هاسقي بيها الكيكة، واضربها في الخلاط. شوفي بعد مرور دلوقتي قعد معايا قد إيه، قعد معايا ربع ساعة، أفتح عليه لقيته بقى كده، فهو قعد معايا بالضبط خالص تِلت ساعة، هش وطري وبسم الله ما شاء الله، ما تأخريش الكيك في الفرن عشان ما ينشفش ويتحروق معاكِ. شوفي أنا باوريكِ إن هو طري بس سخن جدًا، طبعًا كل ما الصاج بيبقى واسع كل ما الكيكة بتاعتِك بتستوى بسرعة، إنما لو صينية طبعًا هتقعد معاكِ نُص ساعة وساعة إلا ربع كمان لو صينية حرفها عالي.
جبت بقى كده عصاية شيش طاووق وابتدي ان انا اخرم الكيكة بتاعتي خالص. ادي الصاج بتاع الكيكة ما شاء الله يعمل لك كمية كبيرة. تخرمي بقى الصاج بتاعك كده عشان لما نيجي نشربه هيبقى ايه ما شاء الله حلو خالص. طب هنشرب ايه بقى؟ بقية الصوص الشوكولاتة اللي كان في شفشق الخلاط، لما حطيت معاه إيه كوباية من الحليب، وحطيت كمان معاه معلقة من كريم الشانتيه ومعلقة من اللبن والبودرة ومعلقة من السكر، ضربتهم كده بقى طالع معايا زي ما تكون ايه يعني نسكافيه، زي ما يكون كاكاو بلبن، حاجة حلوة كده وطعمها غني قوي. بعد ما عملتها زي ما حضراتكم شايفين كده وهدت معايا، ما تسقيش الكيك وهو سخن، لازم يهدى معاكي. هبتدي بقى اسقيه. شايفه بقى ده السائل بتاعي بتاع التشريب، ادالي طعم حلو قوي للكيك. هسقي بقى كده كل ما تعوزي. اخدت كوبايه اللبن كوبايه الحليب كامله اهي، كل ما تعوزها احط لها. نزلت طبعا التقل ده نازل معايا من الكريمه واللبن البودره، وطبعا هيديني طعم حلو قوي. زي القشطوطة كده لما بنعمل لها تشريبة، تحطي بقى حليب مكثف، تحطي فيها لبن بودرة، بتبقى برضو ايه التشريبة هي اللي بتدي للكيك طعم حلو قوي، في نفس الوقت بتبقى غنية وطعمه. فردت بقى كده كل التشريبة، وهسيبها بقى كده معايا. سبتها كده معايا قعدت 10 دقايق بس. المفروض كنت اسيبها اكتر من كده، بس انا بقى كنت مستعجلة عشان اخلص معاكم الوصفة. طبعا الكمية بتاعت التشريبة بالظبط على قد المقدار، والكمية بتاعت الصوص اللي احنا عملناها على قد المقدار. ان شاء الله في صندوق الوصف هحط لك المكونات بتاعتها بالكوباية وبالجرام، والصوص بتاعك يبقى زي ما حضرتك شايفة كده مظبوط جدا. طب لو الكيكة بتاعتي حطيت عليها الصوص وشربت الصوص يا نجلاء ومش باين عليها ان انا حطيت عليها صوص خالص، ما هي مش باين عليها عشان انتي ما سقيتهاش. لازم تسقي الكيكه بتاعتك وتشربيها وتخلي الصوص تقيل شويه. كل ما الصوص يكون خفيف كل ما الكيكه هتشربه. في نفس الوقت لو هي سخنه والصوص بارد هتشربه كله، مش هتسيبلك فيه حاجه. استنى لما الكيكه بتاعتي تهدى، وبعد كده احط الصوص على كيكه مسقيه، هتبصي تلاقيها عملت طبقه ما شاء الله، ولا شربت الصوص بتاعك ولا حاجه. اي استفسار بقى تكوني عايزاه تقوليلي عليه من خلال الكومنتات، وان شاء الله هرد عليكم. تمام كده. بفرد بقى الصوص على قد ما اقدر كده، اتفرد كده طبعا بكل سهولة. هبتدي بقى ان انا اسيبها بقى كده ترتاح شوية او تهدى شوية، ونبتدي ان احنا نقطعها ونشوف هنزينها ازاي ونعملها ازاي. هتبتدي ان انت تقطعيها بقى بطرنش او بسكينة مشرشرة صغننة كده، تقطيعة زي تقطيعة الجاتو. تقدري تعمليها رفيعة، تقدري تعمليها تخينة، المهم ان هي تقطيعة ايه يعني على حسب ما انتوا بتحبوا. بصي بقى كده بمسح السكينة، من كل ما اجي اقطع امسح السكينة. كمان لو حطيتيها في التلاجة الصوص هيجمد شوية معاكي. هو سايح طبعا لان الجو حر اليومين دول، وانا كنت شغالة بقى في المطبخ والفرن شغال والبوتاجاز كان شغال، فطبعا درجة الحرارة بتفصل معاكي الحاجة، تخليهاش تجمد يعني، عكس الشغل في الشتاء. هقطعها كلها زي ما حضراتكم شايفين كده طولي، وبعد كده اروح اقطعها عرض. لو انت عايزة بقى تعمليها مثلا القطعة 5 في 10، القطعة مثلا 5 في 9، هتبقى قد حتة الجاتو، بتبقى حلوة جدا معاك. قطعت كده اهوت شمال ويمين زي ما حضراتكم شايفين. كان عندي بقى شوية كريمة كده فايضين من التورتة اللي قبل دي، حطيتهم في كيس ثلاجة وحطيتهم في الفريزر. طلعتهم وقمت جاية ضرباهم ضربة حلوة كده بالمضرب، وحطيتهم عندي في كيس ثلاجة. وابتدي ان انا اعمل شوية بقى ايه شغل عليها كده. عندك بقى شوية كريز انصاف، عندك مثلا قطعة فراولة، تقدري تحطي شوية شوكولاتة بيضة مبشورة، نقدر نحط شوية فرماسيليا، شوية جوز هند، او تقدميها زي ما هي كده. التزيين ده بقى ليكي وعلى قد انت بقى ما انت بتحبي تقدري تعملي. بجيب بقى الكيس كده علشان اعمل لكم، احط فيه شوية الكريمة، ونبتدي نشتغل ونشوف هنكمل الوصفة بتاعتنا الجميلة دي ازاي. هتشرفك جدا قدام ضيوفك. عندك بقى كده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عندك كده عزومة، عندك عيد ميلاد، عندك مناسبة، شايفة بسم الله ما شاء الله شكلها ايه، مش محتاجة حاجة والله يعني. لو ما زينتهاش خلاص. رجعت بقى كده القطعة تاني اللي انا وريتها لكم دي، وقلت بقى اما انا احط لها شوية ايه كريمة ينعنشوها كده ويخلوها جميل. جبت بقى الكيس حلواني وحطيت فيه بلبلة او من غير بلبلة، وقعدت بقى اعمل لها روزيتات وردات كده صغيرة. طبعا انا عندي العدة بتاعت
الكريمة والشوكولاتات والحاجات دي ما كنتش شارياها كلها مرة واحدة، كنت كل ما انزل اشتري طلب اجيب قطعة منهم، لان انا باحب اعمل الحلويات او باحب اعمل حلويات في البيت في نفس الوقت. باعملها طعمها حلو، مضبوطة على قد ما باقدر، باوفّر على ولادي إن إحنا نطلع نشتري حاجة من برّه، لو حد عنده مثلًا عيد ميلاد، عنده حاجة أقدر إن أنا أساعده، أقدر أطلّع منها مثلًا هدية، ممكن أعمل كيكاية، ممكن أعمل حاجة زي دي وأعبّيها في علبة وأطلّعها هدية. كل دي الحاجات دي بتنفع وتسلم إيديكم وتسلم عينيكم مقدمًا، جرّبوها كده مش هتندموا، حلوة جدًا وإن شاء الله يا رب تنول رضاكم. عندي بقى شوية كريز قطّعتها 4/4 وابتدي أحط لها زي ما حضراتكم شايفين كده. تقدري تجيبي برضه بسكوت أوريو أو البسكوتات اللي الولاد بيجيبوها كده من المحلات الصغيرة، الكيس ب3 جنيه و2 جنيه ده، ونكسّر منها وتحطي بقى التزيين اللي أنتِ حاباه. ما شاء الله هاطلّع منها قطعة دلوقتي هتعجبِك أوي، طعمها جميل. عندي كمان ورق الcupcake ده هاقدر أحط كل واحدة معايا في واحدة cupcake كده، قطّعي بقى كده تقطيعة كويسة وطلّعي بالراحة. طبعًا لو حطيتيها معاكِ في التلاجة، كل ما تحطيها معاكِ في التلاجة كل ما هتبقى حلوة جدًا. بسم الله ما شاء الله، طعم ما فيش أجمل من كده ولا أحلى من كده ولا أذوق من كده. زي ما قُلنا بقى نقدر نهادي أي حد بيها ونعمل زيّها. أنا بقى دلوقتي بقى أنا هاحط لها شوية كريمة كمان وهاكلها بقى. بصراحة ما رضيتش أرجّعها تاني، حاجة كده ما شاء الله. أول واحدة دي اتاكلت ودي تاني واحدة بقى أهي، دي اللي أنا هاكلها بقى. هاكتر عليها الكريمة بقى وأحط عليها شوية صوص كمان والتهمها. بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. إيه رأيكم بقى كده؟ يا رب كده الوصفة تكون عجبتكم، تكون ضيفة خفيفة عليكم وتجربوها. دمتم بخير وعلى خير. يا رب كده اللي وصل معايا لغاية دلوقتي لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة لو الفيديو عجبك اشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. دمتم بخير وعلى خير، في حفظ الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.